لو مرتبك كل شهر بيتبخر لإيجار، بنزين، قروض، أكل وشرب وخلافه، فأنت مش محتاج مرتب زيادة، أنت محتاج خطة كبيرة، ودي اللي بنسميها خطة الثلاث صناديق. أول صندوق هو صندوق الأمان، تاني صندوق صندوق النمو، تالت صندوق صندوق المرونة. صندوق الأمان ده اللي بنسميه دايما الإمرجنسي فاند، وباختصار هو صندوق المفروض يكون بيكفي كل مصاريفك من 3 ل 6 شهور. وده لو لا قدر الله حصل حد تعب من اسرتك، حصل مشكله في الشغل، محتاج فجاه مبلغ كبير، بدل ما تكسر استثماراتك بالخساره انت محتاج يكون معاك فعلا مبلغ متوفر يكفي مصاريف من 3 ل 6 شهور ويكون سايل معاك. تاني صندوق ده الصندوق اللي بيغير حياتك كلها، صندوق النمو، وده بتقسمه لحاجات مختلفه. بنحط فيه ستوكس، بنحط فيه جولد، وبنحط فيه ريل استيت. ولازم تاخد بالك ان الصندوق ده بيبقى جواه فلوس مش محتاجها لمده من 3 ل 5 سنين، عشان لو لا قدر الله احتجت اي فلوس هتاخدها من صندوق الامان. الصندوق ده انت محتاج تحط فيه فلوس كل شهر وتعمل اللي بنسميه DCA دولار كوست افريجنج، يعني تثبت مبلغ معين كل شهر تقول انا هستثمره في الثلاث انواع من الاسيتس دي. طبعا مش دي انواع الوحيده من الاصول، انما دي الانواع اللي على الاقل قوي تقدر تبدا بيها وتكون المخاطره فيها مش ضخمه. اخر صندوق هو صندوق المرونه. ناس كتير بتستهتر بالصندوق ده، بس ده اللي هيخلي حياتك فعلا ممتعه، ما يبقاش كل حياتك ان انت بتستثمر او كل حياتك ان انت شايل فلوس عشان الطوارئ، انما ده الصندوق اللي بتحط فيه اهدافك قصيره المدى، سفر، تعليم، كورسات، بتنقل من شغل لشغل تاني، عايز تعمل حاجه في العربيه. الصندوق ده اللي بيخليك فعلا تستمتع بالرحله، مش بس مستني خط النهايه. يا ريت تقولي بناء على دخلك وبناء على رغبتك في الاستثمار هتوزع النسب بتاع كل صندوق كام في المية مقارنة بالتاني؟ يا ريت تكتب لي في التعليقات.